بيكاتا الفراخ بالمشروم. بجد يا جماعة وصفة شيقة جدا ومتكاملة وصوص رهيب. وكمان يعني وجبة بقول لكم متكاملة، مع حبة رز كده وخلاص، وفعلا سريعة التحضير جدا. بصوا الفراخ بتدوب حلو قوي قوي، تتقطم قطم كمان، والصوص فعلا في حتة تانية خالص. صوص شيق قوي قوي يا جماعة. مع قلت لكم يعني جنبها حبة رز كده. خلاص انت بتبقي خلصتي نص ساعة والاكل بيبقى جاهز. من الوصفات فعلا الشهية وكمان سريعة التحضير. يعني ممكن ما عندناش وقت نعمل العظمة دي بسرعة وسهولة. هنجيب كيلو من صدور الفراخ ومقطعينها شرايح أرفع شوية، أو نجيب حتى البانيه لو عندك البانيه. وبنجيب كيلو منه يعني، وبنتبله بالملح والفلفل الأسود. بصوا يا جماعة احنا بنكترش التوابل زي ما قلنا في الفراخ، علشان نحافظ على طعم الفراخ ما يبقاش متغير. نحط معلقة زيت زيتون، بنقلب الكلام دوت تقليبة حلوة قوي، وبنسيبه يعني ممكن نسيبه في التتبيلة 5 دقايق بس ونبتدي نشتغل فيه. بنجيب طاسة وبنحط معلقة صغيرة من السمنة أو الزبدة، وعلشان السمنة والزبدة بتتحرق بسهولة فبنضيف كمان معلقة من زيت الزيتون. مكترش التوابل وما نكترش كمان الزيوت. هي الكمية دي مناسبة جدا لتشويح الفراخ. بننزل بعد كده بقى بالفراخ، بالبانيه، قطع البانيه او قطع الصدور، وبنبتدي نديها تشويحة على الناحيتين. بنوصل بس معانا للون الذهبي. اول ما بنوصل للون الذهبي الجميل ده بنبتدي نقلبها على الناحية التانية. ما تبلغش قوي ونسيبها كتير علشان ما تنشفش الفراخ مننا. تمام. بس بنشيل بقى الفراخ وبنكمل بقية الكمية. بنكمل الكمية كلها. وصفة دي حرفيا وانتي واقفة كده بتقومي مخلصوها، ما بتكملش معاكي وقت خالص يا جماعة، ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. نكمل بقى بقية الكمية اللي عندنا بس، ونرفع الفراخ ونجيبها على جنب. بعد كده في نفس الطاسة، خلاص كده خلصنا الكمية كلها. في نفس الطاسة بننزل ببصلة مقطعة تقطيع صغير، وبنقلب البصلة. وعايزين برضو البصلة او بنحط هنا فصين توم كمان، فصين توم مهروسين، يطلع بس ريحة التوم والبصلة تاخد اللون الذهبي. اول بقى ما الكلام ده يعني طبعا حسيت ان انا محتاجة دهون شوية، حطيت معلقة تانية من زيت الزيتون. بنقلب بقى زي ما بقول لكم، عايزين نوصل للون الذهبي، اللون اللي هو البني اللي اتكون في الطاسة ده. هنلمه كله دلوقتي لما هننزل بالسوائل. نزلنا هنا مشروم متقطع، انا حسيت كان في كذا واحدة مش متقطعين، قطعتهم، كنت ناسية اقطعهم فقطعتهم. وبنقلب الكلام ده كله، البصل مع المشروم تشويحة حلوة كده قبل ما ننزل بمعلقتين دقيق. ننزل بقى بمعلقتين الدقيق ونقلب برضو تقليبة كويسة. مكونات كلها سهلة ومتوفرة في البيت يا جماعة. وهنا بننزل بحوالي كوباية من اللبن الكامل الدسم عشان يبقى الطعم مميز. بعد كده بننزل بعلبة كريمة الطبخ، ودي عاملة زي علبة العصير الصغيرة كده. بننزل بالعلبة كلها عاملة زي علبة العصير الصغيرة. تمام. بعد كده بنرجع بقى الفراخ تاني على الصوص الجميل الرهيب ده، وبنقلب تقليبة حلوة. هي ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة. بس هنا زودت، حاسة انا محتاجة لبن فزودت اللبن تاني عشان يبقى الصوص وفير. وطبعا ممكن اظبط بقى، ارجع اظبط الملح والفلفل الاسود بعد ما عملت الصوص ده. تمام يا جماعة. بصوا الاكلة عندي بقت جاهزة كده. تمام. بسيبها من حوالي 3 ل4 دقايق وكده ببقى خلاص خلصت الغداء. فعلا يا جماعة وصفة تحفة. ولو مزنوقين عندنا ضيوف او عندنا اي حد جالنا فجأة، او حتى عايزين نعمل غدا سريع، بنعملها بمنتهى السهولة. سهلة قوي قوي قوي
وكمان شيقة، ومش كل حاجة بانيه، عايزين نغير شوية، وأسهل كمان من البانيه، يعني هنقف نحمر ولا أي حاجة، هي تشويحة بس وبنحط عليها الصوص. جربوها يا جماعة، فعلا وصفة جميلة قوي وتستحق ان انتوا تجربوها. بون ابيتي، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.